ازاي تصبح على حد بالالماني وتسلم عليه وتقول له برنامج صباح الخير يا مصر. بالظبط كده، يعني تقول له مثلا صباح الخير، مساء الخير، نهارك سعيد، عامل ايه، منور، ازاي حالك. طيب تعال نبدا بيه هالو. هالو بيتنطق مره واحده كده، هالو مش هلو بالانجليزي، هالو. قشطه. هي بنفس لغات العالم. عندك برضو فيلكومن. 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 الحرف الاولاني اسمه في، فبيدينا صوت فيل. فيلكومن دي معناها منور، مرحبا بك، اهلا وسهلا. يعني بقول لك فيلكومن الايجيبتن، مرحبا بك في مصر، منور مصر. فيلكومن بالبلدي معناها منور، يعني حط في بالك كلمه منور، ده احسن لك من اي حاجه. طيب ازاي تصبح على حد تقول له صباح الخير؟ جوتن مورجن. جوتن مورجن. طب واحده واحده. جوتن مورجن، صباح الخير. اقول له مساء الخير، جوتن ابند. جوتن ابند. الحرف الاولاني ده اسمه فبيديك صوت افتح بقك لفوق اكيد ان حد ضربك، فتبقى ابند. جوتن ابند. صباح الخير جوتن مورجن، مساء الخير جوتن ابند. طب لو قابلت حد مثلا على الظهريه كده بالنهار هقول له ايه؟ هقول له مثلا نهارك سعيد، اللي هي جوتن تاج. جوتن تاج. يبقى جوتن مورجن صباح الخير، جوتن تاج نهارك سعيد، جوتن ابند مساء الخير. اصلا جود ديت معناها كويس، معناها بخير. هنشوفها دلوقتي ازاي لما تسال حد تقول له انت عامل ايه فيرد عليك يقول لك كويس. هنشوفها دلوقتي. مورجن معناها الصباح، تاج معناها يوم، يوم عادي يعني، ابند معناها المساء. فاحنا كده عرفنا احنا بنقول ايه ومعنى كل كلمه، استفدنا اكتر. بس كده انت كده ازاي تسلم على اي حد. فاي مشكله؟ مفيش.